الأخيرة من نيمار والسعودية في آن واحد. حكيمي يصدم العالم بجملة لا تصدق. اللقطة فتحت باب جدل واسع حول حكيمي. يظهر الفيديو ممرا شرفي أقامه لاعبو باريس سان جيرمان لنيمار بهدف وداعه بشكل لائق، ثم تحية نيمار للاعبين كل واحد على حدة في ملعب التمارين وحتى في الصالة الرياضية. لم يغب أحد عن هذه الوداعية على الإطلاق، وأصر نيمار أن يسلم على الجميع، لاعبين وطاقما فني وكوادر عاملة. هذه اللقطة التي سنعرضها عليكم تباعا قد تكون أغلقت الباب تماما أمام التحاق أشرف حكيمي يوما ما بالدوري السعودي، حتى وإن سبقه النجم الكبير ياسين بونو زميله في المنتخب المغربي قبل ساعات على هذه الحادثة. هذه الجملة التي ظهرت في الفيديو الرسمي قد تكون عائقا مستقبليا أمام أشرف حكيمي حال تم التفكير في التعاقد معه في الدوري السعودي ليلتحق بزميله في المنتخب ياسين بونو، لكنها تدل أيضا على عمق العلاقة بين حكيمي وزميله السابق نيمار ومستوى المزاح بين الطرفين. لم يرد نيمار على المزاح المبطن لزميله المغربي السابق، اكتفى بسماع ضحكات زملائه الآخرين على النكتة، وهو يعلم ضمنيا أن المقصود هو تلميح للعرض الخرافي الذي نقله من سماء الكرة الأوروبية إلى أحد أهم وأكبر أندية آسيا في صفقة قد تكون هي الأكبر حتى الآن في سوق الانتقالات السعودي.